ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناه. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل المحشي وبدون لف كتير. هتعرفي ازاي تعمليه وتحطي فيه الفراخ بتاعتك او اللحمه وازاي تكون مستويه معاكي 100%. يلا بينا نبدأ في المقادير. عندنا كرنبايه كده هنقطعها ورق كده. انا بحب اسلق الكرنبايه ورقه كده مع ورقه، يعني 3 4 ورقات مع بعض. الميه بتاعتي هتغلي ونحط فيها نص معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الملح. اول ما بياخد غلوه معايا كده مفيش 30 ثانيه ببدأ اشيل الورق وابدأ اسلق الورق اللي بعده زي ما انتوا شايفين كده. بقلبه على الجنب التاني مفيش 30 ثانيه وببدأ اللي انا اشيله، وطبعا باخده على الحوض على طول اشطفه بالميه علشان السوا بتاعه يقف على كده، علشان الورق ما يكونش مهري معايا. حلة بقى هنرفعها على النار وهننزل ب6 فصوص من الثوم وبصلة نكون مقطعينها كده تقطيع صغير و4 معالق كبيرة من الزيت. هنبدأ اللي احنا نقلب فيهم كده لحد ما يصفروا معايا، وبعد كده هبدأ انزل ب2 معلقة كبيرة من الصلصة، ولو مش متوفر صلصة هتنزلي ب3/4 كيلو من الطماطم. طبعا الطماطم بتاعتي بتكون تقيلة، انا ضاربة كمية الطماطم دي بنص كوباية مية علشان تنجز معايا في التسبيكة. التسبيكة بتاعتي كده بعد ما خلصت مش بضيف ليها اي حاجة خالص. بعد كده هبدأ اسيبها على جنب تبرد، وابدأ اجيب الورق كده والف كده، وبالمقص هتعملي وتقطعي كده في ثانية بدون لف كتير. قطعي ورقك وجهزيه كده، ومش بنرمي منه اي حاجة خالص زي ما انت شايفة كده. بعمله كده يدوب قد 4 صوابع كده الورقة زي ما انت شايفة. بشيل الحتة اللي في النص دي العنقود بتاع ورقة الكرنب، وبعد كده بقطعها ل3 أو 2. وحاولي اللي انت تظبطي المقاس يبقى كله قد بعضه زي ما انت شايفة كده. هيسهل عليكي كتير قوي عن ما هتقعدي تحشي وتقطعي. قطعي الأول وجهزي الكرنب بتاعك، وبعد كده ابدأي اللي انت تحشي زي ما انت شايفة كده. اعملي صفوف كده هتنجزي وهتحشي بسرعة زي ما انت شايفة كده. بعد ما خلصت الكمية بتاعة الكرنب بوريها لك اهو، يدوب كده 4 صوابع بس. عندنا نص كيلو من الرز يكون مغسول كويس ومتصفي من المية، وعندنا ربطة من الشبت وربطة من الخضرة. هنقلبهم كده مع الرز أول. التوابل عبارة عن معلقة صغيرة كزبرة، فلفل، كمون، نص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الزنجبيل، ونص معلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة صغيرة من الزعتر، ومعلقة صغيرة من الملح. وعندنا بصلة كده هنتبلها بنص معلقة بالفلفل ونص معلقة من الكمون ونص معلقة من الملح. وبعد كده هننزل بيها على الرز كده والخضرة، وبعد كده هننزل بالتسبيكة بتاعتنا وبنشيل منها كده نص كوب من التسبيكة علشان نحطها في الاخر على المحشي علشان تديله لون حلو. بعد كده هنجيب الحلة بتاعتنا ونحط كده فيها ورق. الورق ده مصفر ما هواش بايظ، هي الكرنباية ورقها كان اصفر من بره وانا سلقته وحطيته كده تحت علشان الحلة ما يلزقش فيها اي محشي. ودي كده كان عندي نص فرخة كده، وكان عندي رقبتين على جناحين برضو سلقتهم. وبعد كده بدأت اللي انا اتبلهم بمعلقة صغيرة من بهارات الفراخ ونص معلقة من الفلفل ونص معلقة من الكمون ونص معلقة من الكزبرة. قلبتهم مع بعض وبدأت اللي انا ادهن بيهم كده الفراخ، وحطيتها تحت ومش بتتحرق معايا، بتحمر وبتبقى لونها حلو ومستوية ودايبة بجد. طعمها في المحشي تحفة قوي. وزي ما انتوا شايفين ببدأ اخد ورقة كده زي ما انتوا شايفين وببدأ احط فيها رز كده حاجة بسيطة. وزي ما انتوا شايفين ايدي مش عليها ولا رزاية، شايفين التسبيكة معايا تقيلة.
ده القوام المظبوط للتسبيكة بتاعة المحشي، وبتلف معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. هبدأ اخلص الكمية كلها كده، باخد ورقة ورقة وكده وانا بخلص اهو، شايفين ما شاء الله. وحاولي اللي انتوا ترصي الاتجاهات كلها في اتجاه واحد كده علشان المحشي يستوي معاكي كويس. هبدأ بعد كده ارفعه على النار، وهنزل بنص كوب الصلصة اللي انا حطيته على جنب، وب2 كوب من الماء كده، واحط عليه معلقة كبيرة من الملح. طبعا ببدأ اللي انا اقلب الحلة بتاعتي كده لحد ما يتشرب معايا كمية المية. لو عندك شوربة حطي كمية المية بتكون لحد اخر محشية كده مش لفوق، او كمية الشوربة. وبعد كده بغطي بورقتين كده من الكرنب على الوش علشان ما يفككش معايا الورق ولا يعمل رز معايا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكل المحشي ما شاء الله. وطبعا انا ببقى حاطة على الصلصة نص كوب من الزيت اللي هي الشوربة الاخيرة او المية. مش بقدح على المحشي، انا بحط الزيت وهو طري. شايفين ما شاء الله، شايفين شكل الفراخ ولونها ما شاء الله متحمرة معايا مش محروقة، وطعمها حلو قوي. شايفين ما شاء الله شكل الفراخ بجد تفتح النفس. ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ولايك